طاقم تحكيم اللقاء طبعا فاضل كاظم وسامر مهدي. مباراة تقام في قاعة نادي الكرخ الرياضي. مباراة لحساب الجولة الرابعة من المرحلة الثانية. بعض الصور التذكارية ولفريق هنا فريق الكرخ بالأصفر موشح باللون الأسود سيكون على يمين الشاشة. فرصة طيبة توفرها قنوات شبكة الإعلام العراقي بنقل الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد موسم 23-24 الجولة الرابعة. الكرخ وبداية اللقاء، وعلى ما يبدو اللاعب مجتبى باسم كان بالصورة. هنا المدرب المصري شريف المرسي. بداية اللقاء، بدأ اللقاء. إذن الكرخ والحشد الشعبي في مباراة مهمة. كرة اللعب، الأشقاء قريبين طبعا. سجاد حمودي ناصر مع بدر الدين تلعب. اللاعب المصري احمد رفاعي يلعب الآن لا غصاب. هدف أول للكرخ بلقطة جميلة لبدر الدين حمودي، عائلة رياضية، والدهم لاعب كرة اليد السابق حمودي ناصر. سجاد طالب الحشد. محاولة الآن بداية اللقاء للتونسي منتصر لسجاد لمنتصر. محاولة من التونسي والخطأ. كانت محاولة من منتصر الغداري. كرة من سجاد طالب تلعب للتونسي منتصر. المحاولات الآن والتعديل بيسارية عن طريق منتصر الغداري لاعب التونسي. هذا المصري غصاب من هناك، ثاني الأهداف في الكرخ. حلوة المباراة بادية بقوة. 2-1 للكرخ. حاول اللاعب ميتم صبري. عامر شراد مدرب فريق الحشد طبعا خلف لرعد خنجر عند انتصار على نفط البصرة. كرخ طبعا قادم من فوز على نفط الوسط 33-24. مباراة مهمة. منتصر من هناك. سجاد وبعيدة من سجاد حمودي ناصر. أشقاء بمواجهة البعض. زين العابدين الحارس يلعب الآن لغصاب. المصري خطأ. 9 أمتار لأحمد رفاعي لاعب المصري. غصب جاسم قريب. سامر رفعت من هناك. كرخ وعملية الإعداد الهجومي والمناولات والمحاولات لفتح ثغرة بدفاعات فريق الحشد. جاسم غصاب لاعب المنتخب العراقي. هذا اللاعب 93. وائل حافظ ايضا لاعب منتخب وطني عراقي. وائل للكرخ. المحاولة لغصاب تلعب
خطأ 9 أمتار لفريق نادي الكرخ. مباراة بادية بقوة، هدفين للكرخ، هدف للحشد. الرفاعي، أحمد الرفاعي لغصاب، والخطأ وإيقاف دقيقتين. هذه المرة لأحمد خالد عدنان، والده كان مدرب وأشرف على تدريب الفريقين، درب الحشد ودرب الكرخ المدرب خالد عدنان. وبالمناسبة آخر لقب للكرخ كان قبل 13 سنة، وبالتحديد في 2010، ويومها كان اللقب بقيادة خالد عدنان. بدر الدين حمودي، أحمد الرفاعي، الكرخ، تمرير، حاولا، هدف جميل، الاختراق والتصويب لغصاب. حلوة من جاسم غصاب. منتصر هناك مع اللاعب غسان الصويب، هذا غسان الصويب، لاعب التونسي الآخر لسجاد طالب. سجاد للحشد، محاولة التقليص، منتصر الغيداري، سجاد طالب قريب جدا، اللاعب غسان لاعب التونسي قريب جدا لسجاد. كرخ يدافع الآن، فاست بريك سريع جدا، بدر، الله، بدر الدين حمودي برهاوة وبهدوء وبذكاء. 4-1 للكرخ لغاية الآن، بداية قوية لنادي الكرخ. حمودي ناصر المدرب المساعد طبعا للمصري شريف المرسي ابو العباس مدرب الكرخ. كرخ بالصدارة وعند لقاءين مهمين قبل هذا اللقاء. سيقابل الجيش 7 أمتار، هذا اللاعب ميتم صبري تونسي، ويخطأ غسان الصويد لاعب المحترف التونسي، يخطأ ويهدر رمية 7 أمتار. كانت فرصة للحشد أن يقلص. أحمد الرفاعي من هناك مع وائل، مجتبى باسم، وائل حافظ، الرفاعي، الله، تصويبة قوية مصرية في شباك الحشد الشعب. 5-1 لغاية الآن. دقيقتين إيقاف هذه المرة أعتقد بدر الدين حمودي. 99 الآن الأمير علي جاسم للحشد مع زين العابدين، وهدف للحشد. 5-2 لغاية الآن. بداية قوية للكرخ، واحدة من المباريات المهمة اللي تقرب الكرخ من الدرع ويكون بطلا لهذا الموسم، عنده مباريات مهمة. أحمد خالد عدنان كان بالصورة، الرفاعي المصري 9 أمتار لأحمد الرفاعي.
هذا لؤي جمال المحترف الآخر المصري بالرقم 14 مع الكرخ. وائل محاولة الاختراق والتصويب والسادس يسارية جميلة. 6 للكرخ لغاية الآن. غسان مع منتصر. سجاد وقوية جدا. تألق من زين العابدين. محمد علي مهدي. غصاب قريب إلى محمد علي مهدي. كرخ في أسماء دولية. محمد علي مهدي، مجتبى باسم، والحافظ، غصاب، جاسم غصاب، وبدر الدين حمودي. بينما هنا المصري يقطع بالتمرير. سجاد فكرتها جميلة كانت. سجاد حمودي ناصر لكن ضاعت. شريف المرسي كان بالصورة المدرب المصري لنادي الكرخ. عملية الإعداد الهجومي والتمرير من هناك. وائل لغصاب. جاسم. أحمد الرفاعي. جاسم غصاب. يعود بدر الدين. وائل قريب. قوية جدا. خطأ. 9 أمتار. لاعب لؤي جمال المحترف المصري الآخر. مصريين محترفين 2 مع الكرخ، وتوانسة 2 مع فريق الحشد. لؤي جمال. هذا عامر شراد مدرب الحشد. خلفا طبعا لرعد خنجر. سابع عن طريق المميز بدر الدين حمودي. 7-2 لغاية الآن. تايم اوت طلبة السيد عامر شراد مدرب الحشد الشعبي. بداية قوية لفريق نادي الكرخ. كرخ طبعا في الصدارة ب36 نقطة، بينما الحشد بالمركز الرابع ب28 نقطة. الخسارة الوحيدة كانت للكرخ أمام الحشد بالمرحلة الأولى 31-26. الكرخ لعب 13 مباراة، 12 انتصار، خسارة وحيدة. سجل 419 وتلقت شباكة 284. داخلين على الدقيقة العاشرة. 7-2 للكرخ على حساب الحشد الشعبي. بيتم صبري تلعب الآن. الأمير علي جاسم. منتصر من هناك لغسان السويد. غسان السويد. سجاد طالب لغسان. محاولة الاختراق والتصويب. الخطأ. زين العابدين محمد حارس الكرخ. وبالسلامة. سلامة. اعتقد الأمير علي جاسم لاعب الحشد الشعبي
بالسلامة. حديث مع محمد علي مهدي، ورمية 7 أمتار. الأمير علي جاسم، شريف المرسي كان بالصورة مدرب الكرخ. الأمير علي مع زين العابدين. اوه حلوة لزين العابدين، ينقذ الكرخ من رميتين ل7 أمتار. الحشد يفرط طبعا. شوف الكرخ يعملون الباور زيادة، يخرج الحارس ويشترك لاعب لتأمين الزيادة العددية. رفاعي من هناك مع وائل. الرفاعي والخطأ هذه المرة سريعة جدا، لكن القراءة الممتازة. والمصري لؤي جمال، يا جمال هذا الهدف. لؤي جمال المحترف المصري بهدف جديد للكرخ. 8-2 لغاية الآن. أشرف مؤيد، سجاد طالب من هناك لأشرف، لاعب غسان. اوه ضاعت من الأمير علي. حشد وغياب التركيز من لاعبيه في النهايات، هذا المتألق طبعا زين العابدين. بدر الدين تلعب الآن. أحمد طارق يعود، هذا أحمد طارق، والخطأ لوائل حافظ. الرفاعي والتصدي هذه المرة من منتظر قاسم، والمتابعة. 9-2 لغاية الآن. لا الكرخ ببداية قوية. حاول اللاعب التونسي منتصر من هناك، حتى هاي ضاعت من أشرف مؤيد. حمودي ناصر المدرب المساعد طبعا للشريف المرسي. جاسم غصاب. 9-2 لغاية الآن. وائل قريب جدا مع بدر الدين، راجع لجاسم. عملية الإعداد الهجومي لإحداث ثغرة. أحمد رفاعي تصدي هذه المرة من منتظر قاسم. 9-2 بعد مرور 14 دقيقة على عمر اللقاء. دقيقتين هذه المرة اعتقد لجاسم غصاب. سجاد يعيدها للحارس منتظر قاسم. فريق الحشد ومدربه عامر شراد، كان مقيم في انجلترا بالنسبه لعامر شراد، وعمل مع نادي تشيلسي الانجليزي طبعا، ولاعب سابق للجيش والطلبه والكرخ. حمودي ناصر باللقطه الماضيه. ايقاف لدقيقتين. يحاول الان سجاد طالب من هناك مع منتصر، محاولة الاختراق وهدف هذه المرة، هدف عن طريق ميثم صبري.
محمد علي مهدي قريب. أحمد الرفاعي مع أحمد طارق. وائل، بدر الدين حمودي. رفاعي، أحمد طارق خطأ. 9 أمتار لفريق نادي الكرخ. كرخ اللي يبدأ بقوة، بداية مميزة. 9-3 لغاية الآن. أحمد طارق، عملية تحضير مع المصري. حاول أحمد الرفاعي. جانب من الحضور ومحبيه وعشاق كرة اليد العراقية. قمة المباريات. لؤي جمال، ويا جمالك على هذا الهدف المصري لؤي. هذه المرة الأمير علي جاسم. 10-4 لغاية الآن. بداية قوية من نادي الكرخ. فارق 6 أهداف. سيد خالد قبيان نائب الأول طبعا الأولمبية العراقية ورئيس نادي الحشد الشعبي. كرة اللعب. الرفاعي مع المصري. ضاعت هذه المرة. اعتقد هذا خالد عدنان كان حاضر. متابعة مدرب الحشد السابق ومدرب الكرخ. منتصر الغيداري مع سجاد. غسان الصويد تونسي. راجعة منتصر لسجاد لغسان. حشد. عملية التمرير، الاختراق والتصويب. هناك رمية 7 أمتار. أشرف مؤيد. أشرف وهدف للحشد. 10-5 لغاية الآن. كرة اللعب. منتظر ناظر. منتظر مع الرفاعي. كرخ يحاول. وائل. أحمد الرفاعي مع منتظر ناظم. أحمد الرفاعي مع وائل حافظ. الله، حلوة من بدر الدين حمودي. الهدف 11. محاولة وسادس الأهداف للحشد. 11 مقابل 6 لغاية الآن. سيد أحمد رياض العبيدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، كان لاعب بكرة يد السابق، ومتابعة للقاء. الهدف 12، هدف جديد للكرخ. الهجوم الآن سجاد طالب، حاول مع غسان الصويد، تعود للحشد. منتصر الغيداري لاعب التونسي، منتصر مع سجاد، محاولة للحشد. منتصر، الله على هذه اليسارية الجميلة، مع 7 لغاية الآن. حلوة المباراة،
الإثارة والندية والأهداف هنا وهناك. وائل يعود، بدر الدين حمودي، وعودة طبعا لمنتظر، منتظر ناظم، وقريب عليه المصري لؤي جمال، الكرك تمرير، انقاذ كان جيد من منتظر قاسم، ولكن 7 أمتار على ما يبدو للكرك، كانت إعاقة. وائل حافظ بمواجهة الحارس منتظر قاسم للكرخ. وائل ضاعت هذه المرة، ضيعها وائل مع ال7 لغاية الآن. تقدم للكرخ على حساب الحشد في قمة مباريات هذه الجولة. منتصر الغيداري، سجاد عيدها مع أشرف، راجع الآن غسان الصويد، أشرف لغسان تونسي، سجاد طالب، هدف ثامن للحشد، رايع، والمحاولة ويرد الكرخ الهدف ال13، 13 لغاية الآن. كرخ يرد بسرعة، ميتم صبري مع 7 أشرف مؤيد، غسان الصويد لسجاد مع منتصر الغيداري، غسان سجاد، تمرير، محاولة الاختراق والتصويب، عملية التحضير والإعداد الهجومي لفريق الحشد. سجاد، تصدي ممتاز من زين العابدين محمد، حارس مرمى الكرك. الانطلاق الآن أحمد رفاعي المصري مع وائل لبدر الدين، لؤي جمال، عملية التمرير والتحضير، هذا رامي علي يدفع به المصري شريف البرسي بتشكيلة الكرخ. محاولة رمية 7 أمتار للكرخ، السحب واضح كان من اللاعب التونسي غسان الصويد. 7 أمتار للكرخ. بدر الدين حمودي لاعب الدولي، بدر الدين ومنتظر، ضاعت ايضا. شوف الوالد زعلان، هذا اولاده الاثنين، بدر الدين مع فريق الكرخ، مع الفريق اللي هو مساعد له، وكذلك عندنا سجاد مع الحشد. حشد الشعبي في الهجوم الآن، محاولات، أشرف عيدة لسجاد، منتصر الغيداري والخطأ. 9 أمتار لفريق الحشد.
ميثم صبري، سجاد مع غسان الصويد، أشرف من هناك محاولات هدف جميل، 9 الأهداف للحشد. الرفاعي والمحاولة مرة أخرى بهدف جديد للكرخ، هدف 14 عن طريق رامي علي برمية ممتازة. 14-9 لغاية الآن في قمة مباريات هذه الجولة. غسان الصويد من هناك مع أشرف، يحاول الحشد الآن على مرمى الكرخ. سجاد طالب، أشرف لي سجاد، حاول غسان، أشرف الخطأ على فريق الحشد. زين العابدين راجع من لؤي جمال، منتظر ناظم، رامي علي، كرخ، عملية تمرير والتحضير، منتظر من هناك بدر الدين مع وائل، الخطأ هذه المرة على غسان الصويد لاعب التونسي. بالسلامة لوائل حافظ، لاعب الدولي ولاعب نادي الكرخ. أربعة 9 لغاية الآن. هذا زين العابدين محمد، حارس الدولي وحارس الكرخ. قمة المباريات. السلامة لوائل، على ما يبدو الحارس البديل الآن كرار أسعد. سبعة أمتار للكرخ. غصاب جاسم يتركها للمصري لؤي جمال، أو 9 أمتار. 9 أمتار، اي نعم. جاسم غصاب تلعب الآن، يشترك اللاعب أسامة رفعت. المصري بحركة جميلة يلغى الهدف. 14-9 لغاية الآن. هناك خطأ قبل ذلك. 9 أمتار لؤي جمال. بدر الدين حاول، أسامة رفاعي، الله، الهدف 15 عن طريق جاسم غصاب. كرخ 15 مقابل 9 لغاية الآن، على بعد 4 دقائق من نهاية الشوط الأول. غسان الصويد مع سجاد طالب تلعب الآن. سجاد والتحضير مع منتصر، تونسي منتصر. غسان، سجاد،
شريف المرسي المصري مدرب الكرخ. خطأ. نظرة على المباراة. كرخ في موسم مميز. يريد طبعا احراز اللقب على حساب الشرطة البطل لموسمين ماضيين. يلعب الان زين العابدين من هناك مع محمد علي مهدي. محمد للكرخ. بدر الله بهدف جديد. هدف 16 للكرخ عن طريق المميز بدر الدين حمودي. الخطأ الآن على محمد علي مهدي لمنتصر الغيداري. منتصر لاعب التونسي مع سجاد من هناك لغسان. الأمير علي جاسم حاول. تسعة أمتار لفريق الحشد. دقيقتين متبقية على نهاية الشوط الأول. تقدم هدف جديد لأشرف مؤيد. ستة عشر. غصاب جاسم مع لؤي جمال. بدر الدين. عملية التمرير والبحث على ثغرة ثم الاختراق والتصويب بالنسبة لفريق الكرخ. شوط جيد غاية الآن. تايم اوت. وقت مستقطع. الشوط الأول 16-10 لغاية الآن. فارق الست أهداف للكرخ. الكرخ في الصدارة بينما الحشد بالمركز الرابع. قمة مباريات طبعا هذه الجولة. دقيقة ما يقارب طبعا دقيقة ونصف الدقيقة على نهاية الشوط. السيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد العبيدي. السيد خالد قبيار رئيس الحشد نادي الحشد ومستشار دولة رئيس الوزراء للرياضة. رفاعي بقوة. الإنقاذ هذه المرة من كرار أسعد. من هناك أشرف مؤيد بهدف جديد للحشد. الكرخ. غصاب. رفاعي. جاسم غصاب مع وائل. عملية الإعداد الهجومي. رفاعي. وائل المصري. فاست بريك سريع جدا. هدف جديد لأشرف مؤيد. 16-12. الحشد يقلص الفرق إلى 4. جاسم غصاب. قد تكون الكرة الأخيرة بهذا الشوط. رفاعي. وائل. هدف للؤي جمال. 17-12 ونهاية الشوط الأول.
من هذا اللقاء. طبعا فريق الكرخ ينهي الشوط الأول على حساب الحشد الشعبي ب 17 مقابل 12. أعتقد بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. إبياني واحمد خالد. إبياني الله، جول 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 جول. إبياني يسجل أول أهداف المباراة من
ضربة حرة مباشرة. إيفياني يسجل ويفتتح باب التسجيل في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف لإيفياني. إيفياني يسجل، ووضعية اللاعب كانت واضحة جدا على أنه سيضع الكرة في المكان المناسب، سيضع الكرة في المكان المناسب. الله عليك، حلوة يا إيفياني، حلوة على هذه اللقطة، حلوة على هذا الهدف الجميل، والراح الكرة وبالتالي تجاوزت حائط الصد على يمين حارس المرمى عبد السليم حماد. إيفياني يسجل هدف من ضربة حرة مباشرة. هدف جميل، هدف جميل. هنا كرة، الله، جول. دبلوماسية الشراكة. شهد العراق في عهد حكومة السيد محمد الشيع السوداني نشاطا دبلوماسيا فعالا على المستوى الإقليمي والدولي، واستعاد من خلاله دوره المحوري وموقعه الاستراتيجي على خارطة العلاقات الدبلوماسية إقليميا وعالميا. ولم يكن هذا النشاط عرضيا، بل جاء محورا مهما ضمن محاور المنهاج الوزاري للحكومة، والذي أقره البرلمان العراقي في 27 من تشرين الأول عام 2022، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وفقا للدستور العراقي والمواثيق الدولية، وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الأخرى، فضلا عن تفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية، واعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو مقرا للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور، والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع. وقد ترجمت الحكومة هذه المساعي إلى خطوات فعلية عبر مختلف النشاطات الخارجية، فتم عقد مؤتمرات عديدة والمشاركة في لقاءات ومنتديات عربية وعالمية، ولعل من أبرزها المشاركة في القمة العربية الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والمشاركة في مؤتمر قمة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي استضافته الأردن، وقمة البحر الميت الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، واستضافة مدينة البصرة لمؤتمر العراق للمناخ بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية لبحث معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، وعقد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد، وغيرها من المشاركات الخارجية التي عكست جهود الحكومة في إعادة العراق إلى موقعه كوسيط وفاعل يسعى الجميع لإشراكه في ترسيخ السلام والاستقرار على الخارطة الإقليمية والدولية، فضلا عن علاقاته الطيبة مع العديد من الدول واستغلاله تلك العلاقات في حل الخلافات والنزاعات الإقليمية. كما أجرى دولة رئيس مجلس الوزراء العديد من الزيارات الخارجية التي عكست رغبة الحكومة في النهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز الشراكة والاستثمار مع مختلف البلدان، ومنها زياراته إلى ألمانيا وفرنسا وروسيا وهولندا وتركيا وإيران ومختلف الدول العربية، وتقديم الضمانات للشركات العالمية بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لعملها في العراق،
ولعل مشروع طريق التنمية أحد أبرز المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي العالمي، والذي يتمحور حول ربط خطوط النقل التجارية القادمة من آسيا باتجاه شرق المتوسط وأوروبا عبر خط سكة حديدية وطرق سريعة تمر بأكثر من 10 محافظات عراقية، حيث يمثل محورا للتعاون الدولي. ولن تبقى دولة إقليمية سواء من دول الخليج أو الدول المجاورة إلا وتجد فيه فائدة كبيرة في نمو اقتصاداتها صناعيا وتجاريا وزراعيا. فحظي هذا المشروع بالمتابعة والتوجيه من قبل رئيس الوزراء، واحتضنت بغداد مؤتمر طريق التنمية بمشاركة وزراء النقل من دول الجوار والدول الصديقة، فضلا عن تعزيز الزيارات والحوارات مع مختلف الدول للمشاركة في هذا المشروع العملاق، والذي سيصبح جسرا للتواصل الإيجابي على كل المستويات بين الشرق والغرب، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا. دبلوماسية الشراكة، العراق والقضية الفلسطينية. كان للعراق حكومة وشعبا موقف حازم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، عكسه خطاب رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في مؤتمر القاهرة للسلام. تشير إلى أهمية وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها، وأنه ليس من حق أحد أن يتصالح وأن يتنازل أو أن يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية. بادرت الحكومة إلى إرسال قوافل الإغاثة المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى مصر لنقلها إلى سكان غزة من خلال معبر رفح. استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية العراقية. العمل بشكل جاد على فتح الممرات الإنسانية واستدامة فتحها لكي تسهم في التخفيف من معاناة أهالي غزة. المشاركة في الجهود العربية والدولية لإيقاف إطلاق النار والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعطلة المتعلقة بتقرير حق الفلسطينيين. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، أجدد التحية معكم، ويسرني أن أنقل لكم الشوط الثاني لمباراة قمة الجولة الرابعة من المرحلة الثانية، الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد موسم 23-24، الكرخ والحشد الشعبي في قاعة نادي الكرخ. طبعا فريق الكرخ بالاصفر موشح باللون الاسود على يسارك، الحشد بالاسود والموشح باللون الابيض والازرق، ويلعب من يمين الشاشه. الشوط الاول من الالتحاق الى الان تقدم الكرخ 17 مقابل 12، هجوم الان لفريق الحشد، واشرف يسجل الآن، أشرف مؤيد الهدف 13. الكرخ طبعا ثاني الترتيب ب 36 نقطة بعد المتصدر الشرطة اللي فاز على كربلاء قبل هذا اللقاء ب 38 مقابل 21. الحشد الشعبي المركز الرابع ب 28 نقطة. وائل حافظ التمرير، غصاب للكرخ لوائل، المحاولة خطأ للكرخ، 9 أمتار، 17-13 نتيجة لصالح نادي الكرخ. غصاب يحاول، رفاعي، وائل، حافظ، الهجوم الآن، محاولة والإعاقة والخطأ، 9 أمتار لفريق نادي الكرخ. تصويبة وهدف للكرخ 18 عن طريق جاسم غصاب.
حاول الآن السجاد رعد خنجر. الحشد عملية تمرير مع التونسي. الغيداري هذه المرة لغسان وبعيدة. زين العابدين تمرير الآن. الانطلاقة وائل بدر الدين فريق الكرخ. عملية التحضير والإعداد الهجومي. تصويبة من غصاب. الإنقاذ من كرار أسعد. سجاد رعد خنجر التمريرة ولكن زين العابدي تلعب الآن. فاست بريك سريع جدا. القطع الآن تعود لبدر الدين. فريق الكرخ وفارق ال5 أهداف يبحث عن الصدارة والعودة وكان متصدر الشرطة مؤقتا الآن بعد فوزه على كربلاء قبل هذا اللقاء. غصاب مع رفاعي. وائل حافظ. بدر رفاعي التمرير. بدر الدين فريق الكرخ محاولات الاختراق التصويب وهدف جميل. هدف 19 للكرخ. يونس غالب تلعب الآن مع غسان السويد. سجاد رعد خنجر. هذا السجاد رعد خنجر. والده كان مدرب فريق الحشد وترك المهمة لعامر شراد. عملية التمرير والتصويب والإنقاذ من زين العابدين. هذا عامر شراد. انطلاق الآن خطأ. فاست بريك سريع جدا. إعادة للكرة. 19-13 لغاية الآن. عامر شراد مدرب فريق الحشد الشعبي. حديث مع مساعد نعمان من منذر ومع البدلاء بمواجهة المصري شريف المرسي. أبو العباس مدرب الكرخ ليؤدي موسم ممتاز وموسم منافس للكرخ. وهنا التصويبة من التونسي غسان السويد. هدف جديد للحشد. رفاعي تلعب. أحمد الرفاعي المصري من هناك. 9 أمتار وخطأ. هذه المرة لمحمد علي لجاسم غصاب. أحمد الرفاعي. شوف عملية تدوير الكرة والتحضير والإعداد الهجومي. بعد ذلك الاختراق والتصويب بالنسبة لفريق الكرخ. موسم ممتاز. رفاعي غصاب. الإنقاذ من كرار أسعد. الانطلاق الآن. الهجوم لفريق الحشد. غسان تلعب للسجاد رعد خنجر والخطأ. واحدة من المباريات المميزة. الكرخ يريد أن يعوض خسارته بالمرحلة الأولى. الخسارة الوحيدة كانت من فريق الحشد. الغيداري منتصر من هناك. منتصر الغيداري التحضير والخطأ. هذه المرة لأحمد خالد عدنان. 7 أمتار وأشرف قريب. أشرف مؤيد وهدف للحشد. هدف رقم 15. الفارق الآن 4 أهداف. كرخ العودة إلى التتويج. يطمح بذلك هذا الموسم بعد غياب 13 سنة. آخر لقب للكرخ كان في 2010 بقيادة خالد عدنان. رفاعي
التمرير الكرخ وائل و9 امتار. فريق اليد يتلقى الدعم من رئيس الهيئة الإدارية للكرخ الأستاذ كريم حمادي، خاصة وهو كان لاعب يد سابق. التصويبة مصرية قوية. الهدف رقم 20 عن طريق رفاعي، قوي جدا أحمد الرفاعي. 20-15 8 دقائق من بداية الشوط الثاني. الانطلاق الآن والمحاولة. صراع قوي كان، خطأ. هذا اللاعب أحمد خالد عدنان ما شاء الله. لدينا طبعا الولد على السرعة به، عندنا السجاد رعد خنجر، عندنا أحمد خالد عدنان، عندنا سجاد حمودي ناصر. 7 امتار أشرف مؤيد، وهدف للحشد. حسين عبد الهادي كان بالمرمى، حارس مرمى فريق الكرخ. أحمد رفاعي، جاسم غصاب، محاولات بدر الدين قريب لرفعت، أسامة رفعت. عملية تمرير فريق الكرخ. رفاعي مرة أخرى البصري، الاختراق، التصويب، غصاب، التحضير، و9 امتار. خطأ لأسامة رفعت. محمد علي من هناك، جاسم غصاب، لؤي جمال المصري للرفاعي، التحضير لأسامة والخطأ. خطأ لفريق الكرخ. شريف المرسي مدرب المصري الكرخ، ونجاح مع نادي الكرخ. هذا الموسم الله قوية جدا من بدر الدين، لكن ضاعت. يرد الآن بهدف، هدف لأشرف مؤيد، هدف للحشد، ويقلص الفارق إلى 3 أهداف. بدر الدين، واحدة من المباريات المثيرة، قمة مباريات هذه الجولة. 21 للكناري للكرخ، هذه البر عن طريق بدر الدين حمودي ناصر. الهدف 21 قبل 17. مباريات الكرخ القادمة سيلاقي الجيش والطلبة والكوت ونفط ميسان ونفط البصرة. ختام الدوري، ختام إن شاء الله ختامها مسك، سيلاقي الشرطة. بينما الحشد مباريات القادمة ستكون مع ذي قار. عملية المرور محمد علي مهدي، وضاعت. كرار أسعد فريق الحشد، هذه المرة لعلي صلاح. منتصر الغيداري، علي صلاح، غسان السويد، تونسي، علي صلاح من هناك. محاولات مستمرة، الحشد حاول العودة. 9 امتار، قمة مباريات هذه الجولة. الخطأ 9 امتار لعلي صلاح.
الشراد. أحمد خالد عدنان بالصورة، لاعب فريق الحج جانب من الحضور دوري العراق الممتاز بكرة اليد موسم 23-24. مميز هذا العام على المستوى الفني وعلى حتى المستوى التنظيم. راجع الآن السجاد، رعد خنجر، تمريرة، منتصر التونسي رائع بيسارية أوان الكريمة والحضور طبعا إلى مباريات كرة اليد. رفاعي بهدف جديد 22. الرد ما يتأخر، رياكشن ردة الفعل سريعة من الفريقين. عندما يسجل الكرخ يعني تشاهد ردة الفعل موجودة. منتصر خنجر، رعد خنجر، السجاد، رعد خنجر، محاولة للحشد، منتصر قريب والخطأ 9 أمتار. غسان السويد تونسي يحاول لكن الخطأ 9 أمتار من هناك. رد ممتاز من زين العابدين. كرخ الان في الهجوم، الحس في الدفاع، تلعب الاشقاء الاشقاء طبعا سجاد حمودي ناصر مع بدر الدين. تصادم الاشقاء، السلامه بدر الدين وسجاد، والوالد موجود مع الكاف. جانب من الحضور والمتابعة قاعة الكرخ، واحدة من البنى التحتية الجميلة في بغداد، وتحسب لنادي الكرخ الرياضي. الاهتمام طبعا بالبنى التحتية، عندهم أيضا ملعب الساحر أحمد راضي. كرخ النموذجي كل شيء. غصاب جاسم، بدر الدين، تمريرة وضاعت هذه المرة من لؤي. جمال تألق كان من كرار أسعد. حمودي ناصر، عودة لأشرف مؤيد، السجاد رعد خنجر، عملية تمرير، منتصر تونسي لتونسي، سجاد محاولة ضاعت على فريق الحج. أحمد الرفاعي تلعب مع بدر الدين، رفاعي، غصاب، الاختراق، الله محمد علي مهدي عملها له برهاوة. 23-18 للكرخ. واحد من الأهداف الجميلة، ما احتاج للقوة، لوب وبرهاوة. التونسي لكن التصدي من زين العابدين محمد. زين العابدين في تونس كثير هذا الاسم، لكن زين العابدين محمد يتصدى للتونسي غسان السويد.
في هذه اللقطة. رفاعي المصري، غصاب من هناك، محمد علي، غصاب، جاسم، والخطأ لمصلحة الفريق الحشد. أحمد خالد، وقت مستقطع. – 14 دقيقة على النهاية. يبقى التقدم للكرخ ب 23 مقابل 18 لحساب الحشد الشعبي في قمة مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد، طبعا موسم 23-24. صدارة شرطاوية مؤقتة، يعني ربما ل3 ساعات. إذا ما فاز الكرخ سيصل إلى النقطة 39، الشرطة 37، الجيش 34 عند لقاء اليوم، الحشد 28. يبقى السجل الذهبي للبطولة 13 لقب للجيش، 11 للكرخ، 6 للرشيد، 6 للشرطة، 4 للطلبة، لقب لنفط الجنوب البحر ديال السليمان. سلامة طبعا للشيخ المدربين بكرة اليد، مدرب المنتخب الوطني ونادي الشرطة ظافر صاحب، ليتعرض إلى وحدة صحيح. سلامة إن شاء الله، والعودة الموفق قريبة جدا إن شاء الله. الحشد يحاول الآن، غسان مع منتصر، محترفين التونسيين، عامر شراد درب الحشد. التصدي الممتاز من الكرخ والمحاولة، هدف 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 هدف، هذه المرة عن طريق السجاد رعد خنجر. رفاعي المصري يرد بقوة، أحمد رفاعي 24-19 لغاية الآن للكناري للكرخ على حساب نادي الحشد. السجاد تلعب، غسان، تصويبة تونسية قوية في شباك الكرخ. سيرد الرفاعي، أحمد رفاعي، تمريرة، بدر الدين، حمودي، حاولات من هناك، عودة لمنتظر، ناظم، فريق الكرخ، رفاعي، تمرير، تحضير، محاولة الاختراق والتصويب. رفاعي وعودة الكرة أو تايم أوت، وقت مستقطع. 24-20 لغاية الآن شوط المباراة الثانية. التقدم للكرخ بفارق 4 أهداف على فريق الحشد في قمة مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد موسم 23. صراع ساخن سيكون ما بين الثلاثي كرخ شرطة الجيش. عشر دقيقة على النهاية. تقدم للكرخ بفارق 4 أهداف على حساب الحشد. لؤي
لؤي جمال المصري منتظر، رفاعي منتظر والخطأ. 9 أمتار لفريق الكرخ. رفاعي الله، أرضية زاحفة قوية كرخية في شباك الحشد. رفاعي المصري جبلان حاول التصدي هذه المرة من زين العابدين. 25-20 هذا رفاعي مميز، أعتقد سيكون رجل المباراة. أحمد رفاعي واضح بالصورة، لاعب الكرخ المصري. حكام فاضل كاظم وسامر مهدي، وإدارة المباراة بشكل ممتاز. شريف المرسي أبو العباس، المصري مدرب الكرخ. هناك دقيقتين. الكرخ والحشد في قمة مباريات الجولة الرابعة. ست جولات على الختام. كرخ سيلاقي الجيش، طلب، الكوت، نفط ميسان، نفط البصرة والشرطة. كرة مع فريق الحشد. منتصر، سجاد لخنجر، رازعة، غسان السويد للسجاد، رعد خنجر، الاختراق بهدف جميل عن طريق منتصر الغيداري. خمسة 21 عودة لوائل حافظ. رفاعي مع جاسم غصاب، فريق الكرخ، وعملية الإعداد الهجومي والتدوير. وائل عملية تحضير، وائل حافظ، هدف جديد عن طريق لؤي جمال لاعب المحترف المصري. 26-21 فارق 5 أهداف. محاولة الآن، راجعة فريق الحشد يحاول. أشرف مؤيد خطأ. 26-21 على بعد 9 دقائق من النهاية. 7 أمتار. أشرف مؤيد وهدف جديد، هدف 22. حلوة المباراة، الإثارة والندية والمستوى الفني الممتاز. لؤي جمال لغصاب لوائل، فريق الكرخ والبحث عن هدف جديد.
محاولات الآن رفاعي لوائل، الله من زاوية صعبة، وهدف جديد 27. وائل حافظ بيسارية جميل. السجاد رعد خنجر من هناك مع منتصر الغيداري، غسان الصويد، تمرير، حاول الحشد، أحمد خالد 9 أمتار تلعب الحشد، التصويبة لكن التصدي من زين العابدين محمد. الانطلاق الآن منتظر ناظم، حكم قريب سلامة لمنتظر ناظم. رفاعي، هذا غصاب، جاسم غصاب كان بالصورة. جاسم مع وائل، فريق الكرخ. رفاعي مع فارق ال5 أهداف لغاية الآن. الله، مرت ما مرت، وأيضا أضاح الأمير علي جاسم فرصة هدف ضاعت، وحدة بوحدة، لكن كرة غصاب مرت ما مرت. 27-22 ضاعت الفرصة أيضا. انفراد للأمير علي جاسم لكن ضاعت. رفاعي، غصاب، وخطأ. 9 أمتار لفريق الكرخ. لؤي جمال، بدر الدين، وائل، اوه الله، اي نعم يستحق التصفيق. الله يا رفاعي برهاوة، وهدف جديد للكرخ. احمد رفاعي المصري مميز. 28-22 عمل الكرة لوب. رفاعي، الحشد الآن يحاول. شريف المرسي، التمسك بالصدارة. 28-22 هل هناك من عودة لفريق الحشد؟ 7 أمتار الآن. أشرف مؤيد، الله، تألق لزين العابدين محمد، حارس الدولي. خيرة عامر شراد، انطلاق الآن تونسي، تفوق للمصري شريف المرسي على عامر شراد لغاية الآن. زين العابدين، الكرخ، رفاعي المميز، رفاعي، و7 أمتار. منتظر قاسم سيكون في المرمى. اعتقد خلاص الامور، اذا ما سجل وائل يعني يكون الفارق 7. وائل حافظ وائل،
29 للكرخ مقابل 22 للحشد. العودة صعبة وليست مستحيلة. اعتقد خلاص علي صلاح، لكن واحدة من المباريات المثيرة، الندية، السرعة، المستوى الفني الكبير